بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنقدم لكم أجمل أشكال غرف النوم. أهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة وتخليكم معانا، عشان النهاردة هتشوفوا غرفة نوم حاجة بسم الله ما شاء الله بمستوى خامة عالية جدا. زي ما انتم شايفين كل دي قشر طبيعية، تمام، وكله دهان فرن وتشطيبات وإزاز فاميه وفي ظهره خشب، تمام. زي ما انتم شايفين تقسيمة الدولاب من الداخل نظام مكتبة، تمام. الابلكاش عندنا الاساسي لازم يبقى كله سه. في شغل بيبقى موجود في السوق بيبقى مكبوس فايبر اللي هو الخشب الكرتون، انما الابلكاش عندنا كله سه، كله سه، تمام. الزان بيبقى في اماكن معينة. الزان خليكم معانا هوريه لكم. مثلا بيبقى مثلا في الادراج زي ما انتم شايفين دي الادراج دي بتبقى زان، كلها زان، تمام. الحاجات العصب بتاعت الغرفه هي اللي بتبقى زان. انما انا ممكن احط هنا الخشب المضغوط الفايبر هيبقى اتقل في التقل، والتخن بتاع الرف هيبقى اتخن، وهتلاقيه يعني ممكن واحد يقف فوقه عادي. يعني مش شرط لازم كل واحد يفتح الدولاب يقف جوه الدولاب يبقى الخشب بتاعها كويس. ده مش مقياس. المقياس ان احنا مثلا نخلع رف كده. انا بس عشان انا بصور لوحدي وانا بوريكم اهو. المقياس ان انا اخلع رف كده وابص على الخشب. ده الابلكاش السه، ده البياض، ده الابلكاش السه، دي القشره القرو، تمام. ده الشغل الخشب المحترم، تمام. مش شرط بقى ان هو يجي يقف فوق الرف ويعمل كده وكده. الخشب الاف ام عادي يشتاله عادي، بس هو بيبقى خشب كرتون. دي توضيحا بس، انا حبيت اوضح النقطه دي عشان كتير بيجي نجارين مع الزباين يجي يقول لك يجي يقف جوه الدولاب ويعمل كده. مش ده شغل نجارين، ده شغل ناس مش عارفه اي حاجه في المهنه. اللي يقف جوه الدولاب كده ويقعد يتنطط جوه الدولاب ده ما يعرفش حاجه. اللي عاوز يشوف ان الخامه بيرفع الرف زي ما انا قلت لكم، وبيقف مثلا عاوز يشوف الدولاب من ورا يجي الدولاب من ورا اهو بيشوف الخامه بتاعته. اهم حاجه تلاقي السماره دي في الخشب، السماره دي زي ما انتم شايفين كده. ده اهم حاجه. ده ظهر الدولاب من ورا، ده الشغل المحترم، تمام. فمش بالتخبيط ولا حد يجي يخش يعمل كده، ولا حد يخش يقعد يعمل كده برضه ده ما بيبينش خشب. التخبيط كده ما بيبينش خشب. بص التخبيط كده اولا، تمام. وكده اصلا لما الواحد يقعد يخبط مش بيبين ان هو جوه كام سقاس وكلام من اللي هم بيقعدوا يقولوه. انا والله حبيت اقول لكم المعلومات دي في الاول الفيديو عشان ساعات ناس بتيجي مع الزباين بتضلها عشان يقوم داخل في معرض انت موديه ليه، يرجع يقول لك لا انا عاوز هوديك معرض احسن من اللي انت جايبنا عليه، تمام. فخلينا في الغرفه اللي احنا هنقدمها لكم. الغرفه دي 3 ضرفه خشبها وشغلها على اعلى مستوى، والنجار اللي فاهم يبص بس لتقسيمه الضرفه والشغل، الحاجات دي بتفرق. هوريكم برضو السرير بتاعها جميل جدا. ده السرير بتاعها، تمام. كل طبعا الحاجات دي مضيئه، تمام. وده الزين اهو، وده درج تاني. وطبعا كل دي دورانات. الدورانات دي طبعا بتبقى مصنعيات كلها غير الشغل العدل او اوضه ضرفه ودرج وكلام من ده. هنا برضو دي برضو كل دي اضاءات قشره، شغل كله حاجه بسم الله ما شاء الله ومش جلد، تمام. البنكيت بتاعها متبطن من جوه. طبعا دي برضو بتبقى اضاءات، تمام، باضاءات. كل الدوائر دي مضيئه، بس انا عشان هي محتاجه فيش في ظهرها كتير، تمام. ده الكومودينو التاني، تمام. حاجه بسم الله ما شاء الله. ده الدرج الكومودينو، حاجه بسم الله ما شاء الله. والله كل حاجه بصورها لكم على الطبيعه، يعني اللي يشوف التصميم يجي يشرفنا في المحل. التصميم ما يزيدش ولا يقل من ناحيه اي حاجه انا بصورها لكم، تمام. ودي التسريحه بتاعتها. طبعا الاضاءه بس هي ممكن هي نفس الدرجات بالظبط، بس الاضاءه هنا ضعيفه شويه، تمام. بس التسريحه بتاعتها جميله جدا. يعني خليكم معانا كده. بص ده هنا 2 درج ضرفه، كل طبعا الحاجات دي مضيئه، تمام. وهنا في ارفف في الجنب هنا 3 ارفف. والتقسيمه بتاعتها التسريحه بتاعتها نظام يعني عالي ودرجات، يعني درجات مش قرص عاديه او. فكل الحاجات دي مصنعيات، والجنب بتاعها دوران، تمام. فبسم الله ما شاء الله الاوضه اللي انا بفرجكم عليها النهارده دي حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، تمام. وبالنسبه للاسعار
احنا ممكن نقول الاسعار، بس الاسعار ممكن اقول لك السعر النهارده قليل، اما انت تجيلي تلاقي الاسعار زادت تيجي تقول لي انت بتغير السعر. احنا خلينا مثلا لو حد مهتم اختار الغرفه وبعت لي بقول له سعرها، وبعد كده هو بيقرر. تمام. فاهم حاجه تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك، واي خدمه احنا تحت امركم. تشكيله غرف جميله جدا، خليكم معانا لنهايه الفيديو، واهم حاجه تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعه. ان شاء الله كل يوم بنقدم لكم حاجات جديده في معرض سمير الشناوي في دمياط. زي ما انتم شايفين دي غرفه نوم، الحمد لله هي يعني احنا اول ناس عرضناها، وطبعا اتعمل منها مستويات تانية كتير، بس الغرفه اللي احنا بنقدمها لكم دي المستوى الاول في التشطيب والخامه زي ما انتم شايفين. خليكم معانا عشان برضو نوريكم الفرق بين الشغل المستوى الاول والشغل التاني. يعني ده قراشيط زان، قشره ارو مسنن من الداخل، كلها ابلكاس سه. تمام. دي الحاجات اللي تركز عليها وانت بتشتري الاوضه. تمام. لازم التفاصيل دي تبقى في الغرفه. تمام. قشر كلها من بره ومن جوه، داخل فيها اللون الاوف وايت مع لون القشره. حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. واهم حاجه تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعه، واي خدمه احنا تحت امركم. والضرفه، شوف التخانه بتاعت الضرفه برضو، يعني الحاجات دي بتفرق. الضرفه التانيه بتبقى نص دي بالظبط. التقسيمه بتاعتها برضو تقسيمه مكتبه زي ما انتم شايفين، تقسيمه مكتبه جميله جدا. يعني التانيه بتبقى مثلا ارفف كلها، انما دي كلها تقسيمه زي الدريسن ومتقشطه قواشيط زان وقشره ارو تقيله وكلها سهل. ده اهم حاجه في الغرفه. تمام. ودي الضرفه الاخيره ومطعمه بالليد من الخارج. تمام. والاكسسوارات بتاعتها من انظف الانواع الحمد لله. زي ما انتم شايفين نفس الشغل القشره نفس كل حاجه. يعني احنا بنحاول ندقق في كل التفاصيل عشان نطلع بمنتج جميل. تقولوا لنا رايكم وتصلوا بينا على النبي، ده اهم حاجه. ودي غرفه ودي التسريحه بتاعتها برضو، كل الاكسسوارات والتفاصيل بتاعت الغرفه مع الاضاءه الليد الداخليه مع الدرج السحري. ده درج سحري. تمام. كل الحاجات دي الحمد لله احنا بنهتم بيها، وبنحاول نوريكم حاجه مميزه تليق بيكم وتقولوا لنا رايكم. ده اهم حاجه. دي البرواز بتاعها، ودي التسريحه 3 ادراج من تحت، كل طبعا زان، وده متبطن. تمام. والتشطيبات والشغل والقشر والدهانات حاجه على اعلى مستوى الحمد لله. ودي قطعه البنكيت. تمام. بيبقى هنا متنجد. تمام. وماس سيزر، وهنا 2 درج. تمام. الخشب زين اهو. وهنا بيبقى زي رف داخلي في البنكيت مع الرجول مع الشغل. قطعة بنكيت جميلة جدا، قطعة فنية فيها شغل محترم. التخانات بتاعت الشغل حاجة محملة. طبعا بيبقى التخانات التانية ارفع من دي بكتير، بس احنا بنحاول نوريكم كل حاجة عشان تقولوا لنا رأيكم وتصلوا بينا على النبي. ودي التسريحة، ومعاها طبعا شماعة وكرسي. هنروح للسرير. السرير بتاعها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده.